اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا احسن متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ معايا النهارده 2 كيلو ونص من الدهنه ديت. هنقطعها كده زي ما انتم شايفين، وتعالوا نشوف النهارده هنحول الدهنه ديت لسمنه بلدي ازاي. خليكم مكملين معايا الفيديو وشوفوا دلوقتي هنقطع الدهنه دي كلها كده بالشكل الجميل دوت. حته الدهنه ديت من الكلوه، يعني اسمها من الكيلو. فطبعا دي احسن نوع في الدهنة كلها، من الدهنة بتاعت يعني من الجاموسة او من العجل، يعني اللي بيبقى مذبوح. دي طبعا احسن حتة فيه في الدهنة كلها. زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله. بصوا جبسة زي ما بنقول كده، حتة جبسة وجميلة كده. بنقطعها بالطريقة ديت، وبجيب الكبة معايا وبروح حطاها. انا مش بستكفى ان انا اقطعها حتت صغيره، ليه؟ انا عايزاها تسيح كلها معايا، فبجيب الكبه واروح مقطعاها في قلب الكبه كده، وبتديني نتيجه جميله خالص خالص خالص. تعالوا نشوف دلوقتي كده بعد ما فرمناها. نزلت كده، بصوا عامله زي الايه، مهريه خالص كده، عامله زي جوزة الهند كده. شايفين عامله ازاي؟ فطبعا بعد ما عملناها كلها كده، وادين المرة التانية اهي كمان، ولسه في مرة كمان اهي بنفرمها، ونروح جايين ايه مفضيينها كده وحطينها على البوتاجاز. دول كان 2 كيلو ونص. حطيناها كده ساحت معايا كده، شايفين ساحت خالص بالطريقة الجميلة ديت اهي. مجرد ما اللي بيسيح على الوش دوت، طبعا دوت اسمه القشيم، بس طبعا هو مش قطع، دي حتت صغيرة منه زي ما انتوا شايفين كده. بوريكم الحتت الصغيرة دي بتسيح خالص كلها، غير ما بتقطعيه لا اضربيه في الكبة وهو يديكي نتيجة جميلة، ومش بتاخد اي وقت ولا تخاف على الكبة. هي بتبقى حنينة جدا على الكبة وبتتفرم بسرعة زي ما انتوا شفتوا كده. طبعا حطيناها كده على النار وساحت معانا بالطريقه الجميله ديت. مجرد ما القشيم بتاعنا او الدهنه بتاعتنا، يعني الحتت الصغيره اللي بتعمل على الوش دي اسمها قشيم. مجرد ما بتبقى تدينا اللون الذهبي الغامق، احنا دلوقتي مستنيين ان هي تدينا اللون الذهبي الغامق. خلاص كده. اهي شايفين اللون بتاعها عامل ازاي اهي. ساحت معانا خالص اهيت، مفيش بقى قطع ولا في حاجة. مجرد ما بتفرميها بتديك النتيجة المبهرة ديت. خلاص كده، دول معايا 2 كيلو ونص من الدهنة. بنروح ضايفين عليهم، بنجيب كيلو من لبن الحليب. كيلو من لبن الحليب ما بتحطوش سخن، لو حطيتيه سخن بيبقى بيفرم معاكي وبيدهول الدنيا. لكن انا بحطه بارد على اساس ايه؟ يديني نتيجة صح اهو. بنزل بال2 كيلو ونص، بروح نازلة بكيلو من اللبن الحليب، يكون ساقع ماشي، او يكون يعني ايه، اهم حاجة ما يكونش سخن او مغلي، ما يكونش بيغلي واروح حطاه او بالطريقة ديت. خلاص بستنى بقى ان هو يغلي، بحط عليها كيلو، يعني 2 كيلو ونص حطيت عليهم كيلو من اللبن الحليب، واستنى بقى لما تغلي. استنى لما تغلي معايا وتاخد ايه النتيجة بقى اللي احنا هنشوفها دلوقتي. خلاص كده غليت معايا كده بالطريقة ديت. برش بقى حبة ملح عليها، ولازم حبة ملح كده عشان ايه، يعني ما ما تعفنش، ما تعملش معايا. لازم حبة الملح دول نحطهم في قلب ايه، في قلب نقدر نقول سمنة بلدي دلوقتي، ما نقولش دهنة. وصراحة يا جماعة شايفين النتيجة عاملة ازاي؟ ايه رأيكم في النتيجة؟ بنسيبها على البوتاجاز لغاية ما بتديني النتيجة كده، واللون الاصفر دوت يبقى ايه، يبقى على الوش. بروح ماسكة البرطمانات ديت غسلاها بمية سخنة، واروح سايباها لما تنشف خالص، واروح معبية فيها السمنة كده زي ما انتم شايفين كده اهوت. بصوا بتديني بقى نتيجة جميلة خالص، وبتخلي الأكل كده طعمه جميل جميل جميل. بتعملي بها أي خضار، الملوخية ماشي، أي خضار عندك بتعمليها منه. طبعا احنا عارفين ان السمنة دلوقتي غالية، احنا عملناها في البيت. ويا رب كده يبقى الفيديو عجبكم. مش تنسوا اللايك وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد وجديد. وشايفين السمنة بتاعتنا كانت تحفة خالص، وطبعا مش مكلفة. شايفين كده، عايزة اوريكم الترميلة بتاعتها
اهو شايفين الترميله بتاعتها تحفه تحفه تحفه، وقد ايه كانت مرمله وجميله اهيت. ممكن تحفظيها في التلاجة، وممكن تحفظيها في المطبخ، ممكن تحفظيها على الرخامة، ما تخافيش عليها خالص. وحاجة كده تحفة خالص وجميلة. هي مش زي السمنة، مش بتسيح بسرعة يعني، بس جميلة خالص اهيت، ومش بتدهن في الأكل ولا بتعمل حاجة. يا رب يبقى الفيديو بتاع عجبكم. مش تنسوا اللايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد وجديد.